السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نبدأ في سلسلة قصص القرآن. ماذا تحبين أن أروي لك؟ أريد سماع قصة يأجوج ومأجوج. حسنا، سوف نبدأ في هذه القصة بإذن الله. يأجوج ومأجوج هم مخلوقات عجيبة غريبة من خلق الله، لهم أشكال وأحجام وأجسام تصيب الإنسان بالدهشة والاستغراب، وهم من ذرية يافس بن نوح عليه السلام. أمد الله في أعمارهم وأكثر من نسلهم. هم كفار لا يؤمنون بالله، لصوص لا يحبون العمل، يؤذون من حولهم من البشر، فيأكلون زروعهم وحبوبهم وكل ماشيتهم، ويشربون الماء فلا يبقون منه شيئا. وكانوا قد جاوروا قوما من البشر العادين في مكان يسمى بين السدين، فإذا جاء الليل خرجوا إلى حقولهم الخضراء فأكلوا زروعهم وثمارهم وسرقوا الماشية. وكلما ادخر هؤلاء شيئا من الحبوب أو المحاصيل سرقوها، حتى جاع أهل هذا المكان وأصابهم الرعب الشديد من يأجوج ومأجوج. يا لهم من قوم مرعبون، الحمد لله أنهم لا يعيشون معنا. استمعي يا أختي إلى بقية القصة. ووصل ذو القرنين إلى بين السدين، فوجد هؤلاء البشر الذين ذاقوا مر الحياة من يأجوج ومأجوج. وواجهت ذو القرنين مشكلة، فهو لا يفهم لغة هؤلاء الناس وهم لا يفهمون لغته، حتى هداه الله إلى طريقة يفهم بها ما أرادوه. وقد عرضوا عليه عرضا فقالوا: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وهذه آيات من سورة الكهف، يخبرنا الله فيها قصة ذو القرنين مع القوم الذين عاشوا مع يأجوج ومأجوج، وكيف خلصهم الله منهم. فقال الله تعالى في سورة الكهف: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فطلب ذو القرنين العون من الله أولا، ثم استعان بالناس ليعلمهم أن قوة الإيمان أولا، ثم قوة البشر ثانيا. وبدأ ذو القرنين يبني في السد يساعده جيشه وهؤلاء الناس. قال ذو القرنين: آتوني زبر الحديد، أي قطعة عظيمة من الحديد، فأعطوه هذه القطعة. فبدأ ذو القرنين يقيس ما بين الصدفين وهما الجبلان المحيطان بهذه القرية، ثم أمرهم بحفر الأرض حتى يلقوا فيها أساسا متينا يبني عليه السد. فحفروا معه بأيديهم حتى وصلوا إلى الماء تحت الأرض، ثم بدأ ذو القرنين يحفر حول جانبي هذا الأساس حتى بلغ ما بين الجبلين 100 فرسخ، وبلغ عمق الحفرة وحدها 50 فرسخا. ثم بدأ في إلقاء الأساس داخل هذه الحفرة، فألقى صخورا ورملا وماء لتتماسك الرمال والصخور. ثم أوقد نارا عظيمة بمساعدة هؤلاء الناس، وبعد أن حميت النار وضع عليها النحاس، فذاب النحاس في النار فصبه على الصخور في هذه الحفرة، فصار النحاس المذاب كأنه عرق من الأرض. فلما بلغ الأساس الأرض وسدت الحفرة تركها حتى تماسك النحاس، فكان هذا هو الأساس القوي الذي سيبنى عليه السد. كان هذا عملا عظيما، وكان أيضا مرهقا للناس. هل يا أخي نكمل غدا؟ حسنا يا أختي. أصدقائي الأعزاء، سوف نتوقف عند هذا الحد ونكمل في الغد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.